كابتن ميحا عامل ايه؟ ازيك يا ميحا؟ الاخبار كله وحشني حلو. كتير. وانت كمان. بص اولا انا بس اعرف الناس، كابتن محمد محسن كان لاعب في نادي الزمالك سابقا ولاعب في منتخب مصر، ودلوقتي لاعب في نادي الجزيره بيلعب يد. حلو حلو ده بدايه الكلام. حلو. تاني حاجه الراجل ده زملكاوي، حصل. واكيد واضح انا ايه. حصل. انا راجل مشجع اهلاوي، وانا لا لعبت ولا ليا العلاقه، بس انا راجل مشجع اهلاوي صميم. صح. انا هسالك سؤال واحد وترد عليا بكل صراحه. الزمالك ماله؟ لا بص هقول لك حاجه. خلينا بس نبدا من الاول كده من اول خالص. القصيده. هات من اول القصيده وانت نايم. لا مش من اول القصيده. بص خلينا بس في حاجات عشان اليوم ده ما يقلبش خناقه. انا معاك. نتفق على مبادئ كده. اوكي. انا عندي قناعه وانت عندك قناعه. امين. فانت مش هتبدل قناعتك وانا مش هبدل قناعتي. مستحيل. ده بقى على كل جماهير الاهلي والزمالك. كل الناس مقتنعه بحاجه ما حدش فينا هيبدلها. بس خلينا نتفق على حاجه، ان الاهلي والزمالك هم كده كده اكبر ناديين في افريقيا. ايا كان بقى اللي هيقول لي لا ماليش فيها دبلوماسي. لا انا بقول لك لا عشان في ناس مش شايفه ان الزمالك نادي كبير في افريقيا. لا في اقدرش في ما هي دي بقى تاني حاجه هقولها لك، ان احنا كده كده مش هنعمم. بس الاهلي والزمالك اكبر ناديين في افريقيا واي حد مش شايف كده ده شخص تفكيره مش سوي، فمش هنخش في ديبيت مع بعض يعني. الزمالك ماله؟ الزمالك مشكلته هي من زمان، ان هو بيفوق كذا سنه 3 4 5 ويقوم نازل غطسان تاني. قلت بقى استقرار، مشاكل ايا كان ايه هي. بس هو ده الزمالك. هو ده الزمالك من ساعه ما انا وقعت عليه. الزمالك ما قعدش 10 سنين ستيبل خالص، عمري ما شفتها في حياتي. طب اسالك سؤال، انت راجل جوه المطبخ، انت كنت جوه المطبخ في وقت من الاوقات موجود. هل المشكله في السيستم عندكم؟ يعني الاهلي فيه سيستم ماشي عليه من قديم الازل لغايه دلوقتي ما بيتغيرش، السيستم واحد. هل ده اللي مخلي الاهلي ناجح والزمالك طالع نازل، ان هو ما عندوش سيستم، ولا مشكله في اللعيبه، ولا مشكله في اداره، ولا مشكله في الاعضاء؟ بص انا هقول لك حاجه. هو انت بس لو حسبتها اخر مثلا 6 سنين 7 سنين هتلاقي ان الجاب في البطولات مش كبير خالص يعني. احسبها كده اخر 5 سنين من 2015. مش الدرجات دي. 2015 اخدتوا ايه في احسب 2015 يعني ماشي. احنا واخدين كام؟ انتوا واخدين 2 دوري 4 من ساعه 4 4 يا عم 4 كام كاس يعني. احسب. انا بقول لك انا متاكد الجاب مش كبير. انت خدت ايه من 2015 اليوم ده؟ احنا كفايه بطولات افريقيا، كفايه نهائيات. احنا بقى لنا 4 سنين بنلعب نهائي افريقيا. هتحسب النهائي بطوله يعني؟ مش احنا النهائي، انتوا اصلا ما بتطلعوش من المجموعه. هو ده بطوله؟ ده بطوله يا عم. مش بطوله. خدنا كام بطوله فتره كام بطوله يا حبيبي. انا بكلمك في نقطه ايه، في نقطه ان انت بص اي دوري في العالم كله، بص مين التوب 2 في اي دوري. ماشي معاك ان الاهلي والزمالك كده اهم 2 في البلد. معلش يعني هجيلك. بص مثلا التوب 2 في اي دوله في العالم. ماشي. اي دوله انت عايز تحطها، بص الجاب في البطولات بينهم قد ايه، والجاب بين الاهلي والزمالك مثلا في بطوله زي بطوله الدوري. انت لو شخص بتفكر بس ورقه وقلم كده وبره الاهلي والزمالك، مش انت تاخد لي حبه سنين معينين ولا تاخد لي نقول في التوتال كده؟ انت ما فهمتش انا عايز اقول ايه. قول. انا بكلمك ان انت واخد 43 دوري. حلو صح كده؟ الزمالك واخد 13. امين. ده مش جاب طبيعي يعني. ده جاب بالظبط. ما ده جاب مش طبيعي. انت كاهلاوي هتشوفها انا جامد، انا بكسب. ده كده مش هتبص بقى على الصوره كامله. انا واحد بره الموضوع. انا بقول لك انا مقتنع ان في جاب واسع قوي حصل بين الاهلي والزمالك في الفتره بتاعت وكاله الاهرام. حلو. مش هقول لك انا مش حاسب بصراحه يعني في كام بطوله، بس انت احسب البطولات اللي خدها الاهلي كتير قوي. لا مش كتير عادي، كتير قوي. من 2012 مثلا ل 2013، من 2002 ل 2013. ايوه دي اهم فتره 10 سنين. 10 سنين البطولات اللي اتاخدت ديت. مش هقول لك طبعا الزمالك هياخدها كلها بس، ولا الاهلي هياخدها كلها بس يعني. مش هقول لك برضو نقسمهم بالنص عشان الاهلي جامد وكل اللي انت عايز تقوله ده، بس كانت هتمشي 60 و40 مثلا. الفرق ده مش طبيعي يعني. انت ال10 بطولات دوري اللي في السنين دي انت خدتهم. لو انا خدت نصهم انت هتشيل من عندك 5 وتزود عندي 5. الموضوع كان هيبقى قريب من بعض. الموضوع قريب قوي. ايوه بس طب معلش، ما هو مش كل حاجه، ما هو في ملعب في الاخر. في لا حاجات لا من بره بتحصل. هي دي بقى اللي انا بقولها لك. لا ما هي مش ملعب. هو لما انا ابقى مش عارف اشتري لعيب، ده هو ده الملعب. انا لما اجي مثلا عايز اشتري ماجد انا كزمالك هديك 1,000,000 جنيه تمام. الاهلي انا هديك 6 مليون جنيه. بس معلش، ما هو لا الزمالك عنده ناشئين. من الموضوع مش يقف على بس لعيب جاي من بره. لا طبعا هو مش لعيب. السنه اللي فاتت لعبتوا 2 ناشئين 3 زياده، عملتوا خدتوا. هو مش لعيب. هو الفتره بتاعت وكاله الاهرام دي مفيش نادي في مصر كان بيجيب انديه الا الاهلي. مفيش حد كان يعرف يخش في صفقه مع الاهلي، مستحيل. معانا فلوس منين يا عم؟ معانا فلوس وخلاص. تمام بقى. هو بقى هي دي النقطه. انتوا لما ممدوح عباس دخل وحط فلوس عكس لكم على هي دي النقطه. احنا عندنا ناس بتدي فلوس ومش بتفكر ترجع لها امتى. مين الناس؟ ايا كان بقى اداره مؤسسه مش فارق. مين المؤسسه؟ مش فارق معايا. ما انت كمان حسن حمدي اللي كان ماسك وكاله الاهرام. هقول لك
بالظبط ماشي. يبقى انت لازم تعترف ان كان بص يا ماجد، انت طلع الكوره بره الموضوع. امين. هكلمك في نقطه تانية. ماشي. انا وانت في الجامعه. حلو. وانت ابنك معايا في الدفعه. ماشي. وانت دكتور الماده، هل انت هتعاملني زي ما بتعامل ابنك؟ ما اعتقدش، مستحيل. صريح. ابني في الاخر. ايوه صح كده. يبقى ده انت عملت عدم توازن في موازين العدل. طب هسألك سؤال، ليه ما جاش بقى قصاد ده حد في الزمالك يوفر ده؟ حلو، اللي يوفر زي ده. ما انا عندي حد. انت عارف قطر دي كانت مين؟ كانت سبونسر الدوري المصري الوحيد. ما انا عارف. يعني ايه؟ يعني ايه سبونسر الدوري المصري الوحيد في الفتره دي؟ يبقى اللي ماسكها هو رئيس النادي الاهلي. يعني انا كلاعب من الزمالك بقبض فلوسي من رئيس الاهلي. يا جماعه ده مش موجود في العالم. انا عارف القصه الحزينه دي. ده مش موجود في العالم. ايوه اللي اقصده طبعا انا مش هختزل بقى تاريخ الاهلي والزمالك في الفتره دي في ال10 سنين. انا راجل برضه مش مجنون، بس انا بكلمك ان انا من سنه 2015 لحد السنه اللي احنا فيها دي دلوقتي مثلا اتلعب 30 بطوله. حلو. انا خدت 12 وانت خدت 18. انت خدت اكتر بس فرق 6 بطولات، مش 43 دوري 13. لا يا جماعه ده مش منطقي. أيوة. ده مفيش حد. انا خلي بالك انا ما بتناقش مع اهلاوي كتير، لان معظم الاهلاويه يا باشا انا بكسب، انا جامد، انا مالي، انا محدش عايز يخش يعني يزيح كل ده على جنب ويعكس الموقف او يبص عليه من بره، اللي هو لا احنا في سنين كان في احنا اكتساح لمصر. اي موهبه بتطلع في مصر الاهلي بيخش فيها. يا جدع انتوا جبتوا واحد اسمه عمرو سماك، ايه ده يعني ايه اصلا؟ وجبتوا مكان مين؟ ومين موجود في الاهلي؟ انت كان عندك ابو تريكه بتجيب عمرو سماك، بس ليه اجيب عمرو سماك؟ احنا كنا يعني كان جوزيه عنده نظريه كده لطيفه كده، ممكن يجيب لعيب مش عايز يلعبه بس مش عايزه يلعب ضده. بالظبط، هو ده نظريه. خلي بالك اقول لك حاجه، ما هو دي حاجه مشروعه لمين؟ للمدرب طبعا. هو بقى بيمشي بايه؟ انت ساعتها انا معايا 10 مليون، انت معاك 15، انت الاهلي اجمد، ماشي. فانت انا وانت نخش في صفقه، هتاخد انت 5 واخد انا 2، بس انا هاخد حاجه. لكن انت تقول لي الاهلي هياخد 5 مليون، الزمالك 700,000. طب انا هخش معاك مش هتنافس معاك ازاي اصلا؟ هتنافس معاك ازاي؟ هل انت عندك علم ان انت في الدوري الانجليزي مثلا النادي اللي بيهبط وبيبقى طالع من تحت بياخد ميزانيه 250 مليون؟ طبعا لا دي معروفه. ليه معروفه. ليه كده؟ عشان يبقى على نفس المستويات قريبه من بعض، عشان في منافسه صح كده. وده بيعلي من الدوري الانجليزي، فالمشاهدات بتزيد، فالاعلانات تزيد، فالناس بتكسب اكتر. برافو عليك. فاحنا كده بنتكلم في نقطه ان انت لو انت كمنظومه كامله انت عايز ايه؟ انت عايز يبقى في منافسه ولا انت عايز حد معين يفضل يكسب؟ انت عايز ايه يا عمي؟ انا برضه يا سيدي انا بكلمك من نقطه، انا ما بكلمكش كمشجع وانت ما بتكلمنيش كمشجع. انا بتكلم كمشجع بس انا اسالك سؤال بديهي جدا. بدليل ايه؟ ما حاولتوش تحلوا ده ليه عندكم جوه؟ يا حبيبي ما هو انت تاخد مني كل عوامل اللي انا احاول بيها وتقول لي ما بتحاولش. ما انت جت فتره من الفترات اللي الزمالك كانت الفريق. انا بالنسبه لي فتره كان حازم امام بيلعب فيها، عبد الحليم علي الشغلانه دي، انا كان فريده وعبد الواحد السيد. انا زي ده فريق ده فريق بص يا ماجد، انت برضه معلش مع احترامي يعني انا هقول لك الامثال ده على انديه في العالم. انت مش ضامن ولا ده طبيعي ان انت كل سنه او سنتين يطلع لك من الناشئين لعيب سوبر. ده مش منطقي. يعني انا مش كل سنه هيطلع لي عبد الحليم علي ويطلع لي حازم امام ويطلع بس انت طالع لك 3 جامدين ما شاء الله. وخلي بالك ال3 2 منهم ماشيين. مين الجامدين؟ انت عندك 2 اصلا من ولاد الزمالك وخلاص مضوا البيراميدز. مين هم الجامدين؟ سيف فاروق جعفر وابن اسامه نبيل. انت لو هتقارن دول بحازم امام يا عم شكرا. لا هو مش جامد، لسه طالع. اللعيب الجامد ده انت بتصنفه على ايه؟ فرقت معاك الدوري. اللعيب الجامد ده انت بتصنفه بناء على ايه؟ انه الواد ده كان قاعد ما بيعملش اي حاجه في حياته وجبته حطيته في الملعب السنه اللي فاتت في الدوري كسبني الدوري. جميل. فينهم بقى دلوقتي؟ لا بيلعبوا وبعدين وهتمشوهم وبعدين لا ما هي دي يا ماجد حرام يمشي حبيبي. ما هو الناشئ لازم يبقى جعان ولازم يبقى ايه. انا بكلمك بقى كحد لعب رياضه عامه. انت لازم دايما ما ينفعش تلعب سنه وتقول بس انا عايز. لا ده مش في رياضه عامه. خلي بالك بص لا هو عشان الناس بتبص الانديه. بص انا في فيديو كده مشهور قوي لاحمد سمير بتاع الاهلي لما قال لك اجمد لعيب في مصر ما ياخدش 10 مليون. عارف الفيديو. الكلام ده مش صح، الكلام ده منطقي لأبعد الحدود. بصوا يا جماعه احنا في مصر ما عندناش كوره. احنا الدوري بتاعنا مش من اضعف الدوريات. احنا ما فيش اصلا. موافق مش معترض. احنا ما فيش خالص. انا مش معترض. احنا ما فيش خالص. مش معترض. واتفرج لو ميسي راح السعوديه احنا مش الخريطه اتشالت. لا وخلي بالك ما فيش خريطه. لا خلي بالك، لا سيبك من الخريطه. انت القاره بتاعتك كلها وحشه. ما فيهاش حاجه وحشه. ليه بقى؟ ليه فكرت ليه ولا ما فكرتش ليه؟ لا قول لي انت انت جوه مطبخ. انا راجل. لا انا مش مطبخ دلوقتي. انا راجل بقول لك انا راجل. لا انا بقول لك انا شايف ان انا فريق جامد. انا بقول لك
هي دي انا مشجع، انا بكلمك انا ما لعبتش كوره، انا بكلمك انا انت كنت جوه النادي فعلا انت عارف النادي. لا بس انا بكلمك انا في فكره ايه، ان انا دايما بحب ابص على الموضوع من بعيد شويه. احنا فشل في الاحتراف، احنا لازم يعني احنا ما عندناش ولا لعيب عقليته ينفع يعيش بره. موافق. اي حد تقريبا لعب اهلي وزمالك وطلع بره في الغالب بنسبه 90% فشل. لازم يكون طالع زي صلاح والنني من مقاولين، طالع من نادي مش جماهيري. رمضان صبحي راح فشل، مصطفى محمد غالبا هيرجع. خلي بالك المشكله واسعه قوي، مشكله واسعه قوي. انت عندك مشكله في اعلام وفي جمهور وفي اداره. احنا بننفخ اللعيبه سكه ودغري. لا دي بقى انا موافق فيها قوي. اللعيب بيمشي ولا كانه يعني يا هنا يا هناك بقى يا باشا، انا اجمد واحد في المكان في المنطقه، وانا اللي عامل كل يعني انا كجمهور انا اللي عامل كل ده. وانا شايف ان الاهلي والزمالك بقوا غلطانين في حته ايه يا ماجد شويه، ان احنا بقينا المزاد مالوش سقف بصراحه. ده جنان. بس خلي برضو دخول بيراميدز في الحوار على فكره انا مش متضايق من بيراميدز. هو ليه ما يبقاش فيه كتير قوي بيراميدز؟ يا ريت فالناس كلها تيجي تستثمر. يا ريت بس فلوس بقت زي اللعيب يعني. معلش رمضان صبحي المبلغ اللي هو قبل بيه وساب الاهلي وراح بيراميدز. حلو قوي رمضان صبحي تمام. انت شايف رمضان صبحي ماشي ليه؟ او انت شايف رمضان صبحي ماشي غلط ولا صح؟ اقول لك على حاجه. بص هقول لك خلينا واقعيين. هما في شقين. انت بني ادم يعني. كان دايما مثلا راجل بحب التمثيل، فكان دايما بيتقال لي جمله: انت راجل بتمثل مثلا في مسرح الجامعه، عايز ايه من التمثيل؟ عايز حاجتين من التمثيل، يا انت عايز فلوس يا انت عايز شهره. جميل. حلو. هو رمضان صبحي اختار الفلوس. حلو. هو دي مش معناه انه غلط. فكره مش مغلطه، انا مش شجع اهلاوي بس انا مش مغلطه بجد. جميل. هو الراجل شايف ان هو انت بقى مثلا بيتجوز وبيبدا حياته فهو عايز فلوس. لا انت واحد مثلا، انت واحد من 200,000 مش شايفه. انا معاك. لا انا عاقل قوي في الحته دي. هو عايز فلوس يعني. لا انت خلي بالك اللي بيشتموا ده اصلا انا بشوف النادي هو شغلك يعني. أكيد. انت شغال في شركه، يا اللي بتشتم انت شغال في شركه وهي اللي مطلعاك وهي اللي بتديك فلوسك. ولو جالك شغلانه مكان تاني اعلى هتعمل ايه؟ ده هل معناها بقى الموظفين صحابك في الشركه؟ لا. يلا يلا. هل ده منطقي؟ لا. يبقى ليه بقى عشان كده انت بتتكلم صح. لا انا متفق معاك جدا. صح كده جدا. ده نفاق جدا. ده نفاق مش طيب. يمكن الوحيد اللي بالنسبه لي اللي غلط غلطه عمره في طلوعه من النادي الاهلي حسام عاشور. رحت عملت ايه؟ ما عملتش اي حاجه في الحياه. انا معاك. كان هيتعمل لك تمثال في النادي. انا معاك ان اي لعيب في السن بتاع حسام عاشور وده مالهاش لازمه. انت خلاص انت اصلا من الناس الجامده قوي في النادي، وانت محطوط في سكه زي سيد عبد الحفيظ بقى والكلام ده، فانت ما ينفعش تعمل كده. اللي يمشيك. برافو عليك. اللي يمشيك. فانا معاك، لكن انا بتكلم في نقطه ان انا ما بحبش الكلب مكيالين. انا بحس ده موجود كتير. خلي بالك هو موجود في الزمالك برضه وموجود في كل الانديه، بس انا يعني خلي بالك كل ده بيخلينا ناس بعيده. كل بقى الحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي انت بعيد قوي بعيد بجاب يعني. هجيبها لك من حته تانية. احنا بعاد والدوري المصري بعيد، بس على الاهلي بيحاول في حتته. بيحاول في ايه؟ بيحاول في افريقيا على قدها، بس بيحاول يا اخي في حتته يطلع دوري على الاقل، يطلع كاس العالم للانديه، هيجيب ثالث، يلعب مع ريال مدريد، يعمل ماتش. اسمنا بنتشاف يا اخي. الزمالك ما بيروحش ما بيعديهاش يعني. الزمالك خلي بالك انا ما رحتش والله. انا اليوم البطوله كنا هنروح اتلغت. ايوه ولما قلنا خلاص مش هيرجعوها تاني ولا معاك كده يعني. مش انتوا ما فيش ده حتى النظام الجديد انتوا مش هتروحوه. انا بقول لك الفكره في ايه. انا بقى راجل مجنون لو بقول لك الاهلي مش نادي ناجح. ابقى راجل مجنون. مستحيل ابقى بقول كده، بس انا بقول ان الاهلي اتوفر له عوامل كتير قوي تساعد عنه. بص الشخص الناجح بمزاجه غصب عنه لازم بيبقى محتاج زقه. اكيد في اي مجال. اديته الزقه دي هيبقى جامد قوي. ما اديتوش الزقه ممكن يبقى جامد وممكن لا، وممكن ما يبقاش جامد. وده بينطبق على الزمالك عنده عامل نجاح طبعا جدا. عنده تاريخ وعنده كل حاجه صح كده. ساعات في سنين بيبقى في استقرار. ايه اللي بيحصل في السنين دي؟ الاهلي بيكسب بطوله وانتوا بتاخدوا بطوله. انا جت فتره اول ما وعيت على حياتي واتفرجت على كوره كان دايما انا حافظ كده الاهلي بياخد الدوري والزمالك بياخد الكاس. برافو عليك. من الحاجات اللي جت في دماغي انا كواحد زملكاوي مش قادر استوعبها اليومنا ده نهائي افريقيا بتاع الاهلي والزمالك. اقول لك حاجه، الفرصه جت لحد رجليه. لا استنى ما جاتيش حد رجليه ولا حاجه. ثانيه ماشي. البطوله دي ايه عوامل النجاح يا ماجد؟ ان انت في الكوره مثلا لو هنقول ككوره، اداره كويسه اكيد، جمهور بيسبورت الفريق بتاعه ماشي، في فلوس اللعيبه مرتاحه وبتاخد فلوسها، معاك سكواد جامد اكيد. كل حاجه دي كانت موجوده. كل حاجه دي موجوده في الزمالك ايزي يعني جدا. سكواد مش طبيعي. كنتوا حلوين جدا. سكواد مش طبيعي جداً. انا من اقوى السكوادات اللي شفتها في الزمالك في الفتره دي كان هو اللي في الفتره دي. في حاجه اسمها عقاب في الكوره. انت بتلعب ماتش
انتوا بتلعبوا حلو جدا الماتش ده قوي اهو. انا بقول لك انتوا بتلعبوا حلو قوي. لا انا هقول لك على حاجات تانية جميله. ايه العقاب اللي في الكوره؟ ان انت مثلا لما يجي لك حاجات سهله وتضيعها انت لازم تتعاقب في ساعتها. والاهلي غلط امتى؟ كابتن حسين الشحات كوره في بق الجون شاطها ضاعت. حلو. وحياة ديني في ناس صحابي اهلاويه قاموا من على القهوه قالوا الماتش راح مشيوا ايوه خلاص مشيوا هيبقى دي. والسيناريو الماتش برضه يعني حاجه تحزن. انا واحد زملكاوي، انا بحب شيكابالا يعني بحبه وانا بحبه قوي ماشي. والراجل ده حسيت ان هو اتظلم، مش من حد اتظلم في ان هو بعد ما هيبطل هو ما خدش كم البطولات اللي الموهبه دي تستحقها. هو ظلم نفسه في وقت من الاوقات وماشي كل حاجه هنتفق ونختلف فيها. فان انت الماتش ده بالذات شيكابالا يجيب جون زي ده في نهائي بطوله افريقيا والاهلي يضيع الكوره دي، خلاص انا هكسب، انا لازم اكسب، الموضوع منتهي. فلا بس ده الاهلي قفشه اللي ما عملش حاجه بعدها، ما عملش حاجه غير يجي قبلها زيزو. ايوه وشايط قنبله تك زي حسين الشحات، فتبقى انت جبت واحده في العارضه وانا جبت واحده في العارضه، ويجي بقى بعدها قفشه. انا قفشه ده هو لا شخص محظوظ، هو غريب، هو ما عملش حاجه حلوه قوي بعدها. هو ده قفشه بيلعب لحد يومنا ده على الكوره دي على جون. ايوه تاريخه الجون ده. والموضوع غريب قوي برضه يا ماجد ان قفشه خدها هنا جات له هنا. لو الكوره دي جات يعني ما مشيتش كده، الكوره دي لو جات له 20 مره مش هيجيبها. انا بقول لك جات له كده قام عامل كده قام طايح كده. انا بقول لك اهو الكوره دي لو جات له 20 مره مش هيجيبها. فدي حاجه صعبه قوي، صعبه قوي. انا خلي بالك انا معترف انا من اليوم ده. وانا يعني لا يعني كان عندنا واحد صاحبنا انت عارفه اكيد عبد الرحمن سامي كان معانا في الكليه. مش كان نادي المنصوره. لا اغرب مشجع كوره، اغرب مشجع. ايوه بس مشجع نادي المنصوره. كان كاتب زي بوست كده قبل الماتش، قال لك يا جماعه الماتش بتاع النهارده ده اللي هيطلع منه خسران لم ولن يتعافى ابدا. ده كده انا لم ولن اتعافى حد. واغلى بطوله على كل الاهلاويه في كل تاريخها هي بطوله. اصل اقول لك حاجه يا ماجد، البطوله دي بالنسبه لنا انا باشا انت عامل كل حاجه. انا كسبتك في نهائي افريقيا، انا بتكلم كواحد زملكاوي. ايوه عايز تقول بقى لما تقابلني تاني باشا انا واخد واخد دوري ابطال افريقيا اللي بعديه ما فرقش معايا، ما فرحتش، حسيت انه اللي فاتت برافو عليك. فهي دي البوينت ان انا ماتش زي ده ليه ما اكسبش؟ ما حدش يقول لي اصل روح الفانيلا الحمراء. لا يا جماعه مفيش حاجه اسمها حاجه دي حاجه غريبه قوي. واليومنا ده انا مش لاقي لها سبب. هي توفيق ربنا، بس ما فيهاش حاجه. انتوا بتلعبوا حلو، احنا بنلعب ماتش هاتوا خدوا رايح جاي. فيعني فدي حاجات تخليني انا كواحد زملكاوي اقول لك انا مش فاهم حاجه، انا مش فاهم في ايه. تيجي بعدها نلعب وتيجي بقى في بطوله زي بطوله الدوري تلاقي الدنيا مشيت تك 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 وجبت ناشئين وطخت. طب يا جماعه ما هو ده دوري ابطال افريقيا، ده عادي ممكن اكسب. وده نهائي دوري ابطال افريقيا اللي مش هيتكرر تاني. الاهلي يقابل الزمالك فيه صعب مستحيل. انا عشان اعرف اتكلم معاك تاني لازم العبك نهائي واكسبك فيه عشان وهل ده هيحصل؟ مش شرط، ممكن اخسر فيبقوا 2 نهائي فبقى اموت بقى. جلطه كده بتقتلني بقى، ما انا فاضي هقعد كل شويه اخسر منك نهائي افريقيا، فده مش طبيعي. فانا بقول لك انا كل النقطه اللي انا بتكلم فيها ان انا شفت ان في التاريخ بينه والاهلي والزمالك وسع قوي في فتره. هو بجد كان كل السبورت اللي بيحصل كان الاهلي بس. هتيجي تقول لي قبل وبعد اي ناديين في العالم كبار هتلاقي في نادي راكب على نادي، ده طبيعي أكيد. بس مش بالمنظر ده. يعني برشلونه وريال مدريد مش بالمنظر. مستحيل يا جماعه، مستحيل ان انت تسيب نفسك ان انت ما تفكرش في حاجه زي كده. ما هو ده مش طبيعي ان انت تبقى مبسوط ان انا حظي حلو انا اللي خدت الكلام ده. يبقى انت يبقى تمام. يبقى احنا عمرنا ما هنتقابل في نقطه. هسألك سؤال، يعني تعالى نروح لحته تانية في الزمالك. خلينا في الزمالك دلوقتي. ماشي. هل انت شايف اداره مرتضى منصور حلوه ولا مش؟ اصلا بجد في زملكاويه شايفها حلوه. هقول لك حاجه والله العظيم في زملكاويه بالنسبه لهم ده اللي عمل اللي حررنا من الاستقلال. ده اهم انسان في الخليقه. بص هقول لك حاجه. طيب سيبك، هو الاداره بتاع يعني انا مش بتكلم عن مرتضى كمرتضى، انا بتكلم على ادارته كامله. هي دي اول سنه بعياله. هي دي أول سنة. لا مش اول سنه. بقاله قد ايه؟ بقاله كتير. بقاله من 2015. وقبل كده كان من المجلس وبتاع والزمالك كان بيكسب. بص انا دايما بحط يعني طبعا ان انت تبقى لعيب وفلوسك بتتاخر كل ده حاجه صعبه جدا جدا يعني. اكيد انت عندك مسؤوليات، عندك بيت. بس انت ليه دايما ان احنا فرقه الكوره بتاعتنا تبقى هي دايما اللي بيحصل لها الدروب في الاخر؟ يعني انت دايما عندك العاب كتير قوي في النادي بتكسب. انتوا في وقت من الاوقات اليد ما كانش حد بيتكلم مع الزمالك،
ما حدش يجرؤ يفتح بقه مع نادي الزمالك في كرة اليد. خلي بالك يا الدنيا دلوقتي بدات تبقى ماشيه واحده واحده، بس هو انت زمان فعلا الموضوع كان صعب يعني. مش هقول لك ان كان في اكتساح يعني، لا يا عم ليه انتوا في وقت حتى لو احمد الاحمر ما كانش موجود معاكم وكان بره محترف، انتوا كنتوا جامدين. دي حقيقه. انتوا كنتوا بتلعب في الفتره دي الفكره بقى اللي انا بكلمك فيها. ايه اللي جد بقى؟ طب ليه احنا بنكسب مثلا؟ ما اعرفش. عشان احنا عايزين نكسب. طب الكوره مش عايزين يكسبوا يعني؟ انا بحس مش عايز يكسب، بس هو ماشيها. اصلا انا عندي مشاكل. طب هل اللعيبه بتعند مع مرتضى في حاجه؟ اكيد انا ما اقدرش اقول لك وما اقدرش اقول لك لا، بس انا بكلمك ان دايما انا يعني انت دايما بتحط اولويات، فانت اولوياتك ايه؟ احنا اولوياتنا مثلا مش عايز يكسب يعني. اصلا انا عمري ما شفتها في حياتي حد بيبقى بيلعب رياضه مش عايز يكسب. برافو عليك. ده احنا لما بنلعب خماسي والواحد بيبقى محروق دمه انه لا انا عايز اكسب. بس في فرق بين انت مش يعني انت بتقول كله عايز يكسب اكيد صح، بس في فرق بين ان انت عايز تكسب وانا هنزل اكسب، في فرق بين ان انا عايز اكسب وانا لو خسرت والله انا معايا حجج قد كده فانا تمام. طب ما هو الاداره هي السبب، الاداره هي اللي اوجدت الحجج اللي اللاعب لما هينزل يلعب ويخسر هيقولها. حلو. طب معلش ما بس انا تاني هقول لك يعني هو ده الزمالك يعني. اي لعيب بيمضي في الزمالك احنا مش بنفاجئك، هو ده الزمالك. انت جاي الزمالك وانت عارف الزمالك بيحصل فيه مشاكل، وافقت يبقى هتيجي تتحمل بقى يعني. انا مش ضحك عليك، انا مش جاي اقول لك والله بص انا راجل فلوسي بتنزل على الساعه وانا بيحصل انا ما اي بني ادم ماشي عارف ان الزمالك عنده مشاكل في الاداره. اي حد هو ما بعد حته الفلوس انا ازاي انا كلاعب يعني انت يا عم انت راجل كنت بتلعب في الزمالك، هل انت تقبل تيجي فمرتضى يطلع يقول لك تعالى اقف جنبي كده زي اللي مقبوض عليهم وصور فيديو كابتن محمد جديد معانا النهارده؟ بس يعني بص يعني بس يا ماجد دي حاجات فرعيه قوي والله لا انا معاك، بس المنظر والله العظيم بيفرق. النادي الاهلي ممكن يعمل مؤتمر صحفي عشان يرحب بلعيب جديد نازل، بيعملوا له برومو فيديو صح. وينزل على السوشيال ميديا وتحس ان ميسي اللي مضى مش مروان عطيه يعني. مروان عطيه اسمه ايه كريستو اللي جه واتعمل لك قندوسي مش فاكر مين فيهم اللي هو بلديات علي معلول، وعملوا له فيديو وعلي معلول يقول له ده انت جاي نادي القرن والنادي مش عارف انت حاسس بتتفرج على فيلم اجنبي صح. هوبا برنامج الفرنجة تشوف مرتضى هو واقف وجنبه اللعيب اللي هو انا مبسوط ان انا مضيت في صح. انت مقبوض عليك. لا صح طبعا، بس خلي بالك انت مضروب على دماغك. خلي بالك يعني في الاول في الاخر برضه دي حاجه انا بحس هي صح يعني، مش هقول لك لا، بس هي حاجه هي لا تؤثر على اي شيء. الشكل اللعيب نفسيته والله تفرق ازاي والله العظيم يعني. لما انت تبقى لعيب يتعمل لك برومو عشان ينزل ويتقال ان انت جيت النادي غير لما يترحب بيك. طب انا هسالك سؤال يا اخي انت كلاعب ما نفسكش يتعمل لك برومو وانت رايح نادي. يا عم هسالك سؤال بس معلش، هو انا في الاول وفي الاخر هو انت الزمالك يعني هو الكلام ده بيحصل برضه من 8 سنين، هو مش 2015 لما جبنا مش عارف 13 لعيب وخدنا الدوري مش كان نفس المنظر؟ هو وبنكسب. فايه اللي بيجد يا جماعه؟ ايه اللي جد يعني؟ ايه اللي جد عشان ما نكسبش تاني؟ انا بشوف ان مادام بص ما هو يا اما اللي بيحصل غلط فالفشل يبقى على طول، يا اما اللي بيحصل غلط بس انت عارف انه غلط وبتعرف تكسب. فانت مادام بتعرف تكسب يبقى لو هتخسر بين لي ان انت مموت نفسك. بس ما بحبش اللي هو نازل ايوه بس احنا مستحقاتنا بقى لها كذا. انتوا في ماتش انا مش قادر افهمه لغايه دلوقتي، لسه ماتش ملعوب من كام يوم بتاع بروكسي. انتوا بتلعبوا بروكسي، محدش سمع عن بروكسي في طبق اليوم وبتلعبوهم في كاس مصر. وانا لحظه من اللحظات انا كنت والله في الجيم وانا بتفرج على الماتش، بس انا ما كنتش مركز مع الماتش ومش منتبه له من كتر ما انا يا جماعه الزمالك وش هيكسب هي مين دول. وفجاه على فكره انا اقول لك حاجه الماتش خلص 3-2 للزمالك بالعافيه والناس ليهم انتوا ليكوا ضربه جزاء وليهم ضربه جزاء. ليه؟ اقول لك حاجه انا بقيت احس ان اللعيبه هو يعني اي لعيب بيجي الزمالك يعني ما دام ما جالوش الاهلي فهو جاي الزمالك عشان بوينت معينه. هو جاي ايه؟ هو ياخد الشهره اللي الزمالك هيديها له عشان انت بمزاجك غصب عنك الزمالك كده هيديك شهره. اي حد غصب عنه هيجي الزمالك طبعا الزمالك هيديه شهره اهلي او زمالك. فاي حد بقى بيلعب مش في الانديه دي اتحاد بقى ايا كانت الانديه هو كده مستحيل يطلع الخليج او يطلع اوروبا ايا كان من الانديه دي لازم هيطلع من الاهلي والزمالك. فهو يقول لك انا هاجي على نفسي واجي الزمالك واخد اللقطه بتاعته وبعدها ابقى امشي. اللعيبه بتمشيها كده، فلما بعدها بقى ما ياخدش فلوسه يقوم عامل بقى المشاكل بتاعه المستحقات وبتاع. طب انا عايز اخلع منين؟ اخلع من الزمالك. طب ما هو انت جيت استفدت منه طبعا سي فيك في زمالك زي كانك اشتغلت كده في شركه محترمه في السي في اتحط و90% هتكسب يعني طبعا. 90% هتكسب بطوله وانت موجود يعني فانت النقطه بس الوحيده ان انا بقول لك ان انا عندي مشكله مع معظم الناس اللي بتشجع الاهلي. مش كلهم مش هعمم يعني بس معظم الناس. انا بقى يعني لعيبه مش لعيبه سوري الجماهير بتاعت الاهلي
انا مش هخسر، انتوا باد لوزر جدا يا جماعه. جدا، بس هم عودونا على كده. مفيش حاجه اسمها كده في الرياضه، مفيش حاجه اسمها كده في الرياضه يا ماجد. ما تقولش مصطلح. ماشي، لا انا معاك، هي الرياضه مكسب وخساره، انا معاك. مفيش حاجه اسمها لا، ومفيش حاجه اسمها ان انا خلي بالك هقول لك حاجه. النادي عودك ان انت تكسب بطولات، فانت لما تخسر حقك تزعل، ما قلتكش ما تزعلش، بس ما تطلعش اسباب لخسارتك. اصل التحكيم كذا، اصل الناس جت علينا. بس يعني انت بذمتك نهائي افريقيا اللي احنا خسرناه ده ما كانش ظلم؟ ان انت تلعب مع فريق على ارضه في نهائي افريقيا وماتش فجاه سبحان الله هو ماتش واحد، مش هنلعب ذهاب وعوده. حلو، المشكله كانت من مين اصلا؟ معاك من اتحاد الكوره. مين؟ اتحاد الكوره. انا كاتحاد افريقيا انا مالي؟ ما انا معاك، مش خلاص يبقى مين اللي غلطان؟ يبقى مين اللي ظلم؟ انا نادي اتظلم في النهايه. مين اللي حاسب؟ اصل هقول لك حاجه انت مش المنتخب اللي بيلعب. هقول لك حاجه، الظلم ده بيبقى من شخص جوه، قصدي ان الاتحاد الافريقي لو كان هو اللي عمل كده في الاهلي ده ظلم باين معاك، لان الاتحاد الافريقي عايز الوداد تكسب. لا هو طرح الموضوع لك يا جماعه، اللي عايز يقدم صح كده، يقدم غير الفريق ده. حلو، فانت الاتحاد المصري هو اللي غلط، فانت عايز تقول لي ان الاتحاد المصري عايز الوداد يكسب مثلا؟ اكيد لا. فهي مش ظلم على قد ما هي حصل مشكله والاتحاد يشيلها، والاتحاد عنده مشاكل كتير خلي بالك. يعني هو الاتحاد لا هي مش دي بس ده صح كده. فانت نتفق بقى ونقعد نتفق من هنا ليوم القيامه عليه. لا فهو مش ظلم، انت ما اتظلمتش، انت تتظلم. جمله ظلم دي ان انت الاتحاد الافريقي مثلا يقول لك لا يا باشا اللي هيستضيف البطوله دي للوداد، طب يا عم انا عايز، لا هو ده ظلم. ان انت تيجي تقول انا السبونسر بتاع الدوري المصري هدي الاهلي 80 مليون هدي الزمالك 30 مليون، ده ظلم. ادي الاهلي ازيد بس في نسبه، يعني خليني اعرف نفسك. عايز اخش معاك في المنافسه، انا عايز اعرف لما نخش في 10 صفقات انا وانت، يا عم انت خد 7 وانا اخد 3، تاخد 6 واخد 4، هخش معاك في 10 صفقات هتاخد ال10 صفقات مني، طب انا هكسبك ازاي؟ طيب تقول لي ما انت لازم بقى تشوف الناشئين لا مش هشوف ناشئين.